بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي في مواجهه الترجي في اياب دور نهائي دوري ابطال افريقيا. كم نقطه حابب اتكلم عليهم قبل المباراه، وهي اهم نقطه بالنسبه لي حته التحكيم. انت بكره هحكم لك حكم فاجر، حكم مرتشي، حكم عليه كميه قواضي فساد ما شفتهاش في حياتي على حكم كره قدم. اللي هو ده لو في اي دوري محترم او في اي قاره محترمه الحكم ده هيتشطب تماما. الحكم ده بيعمل كل حاجه غلط ممكن تتخيلها في حياتك، ما بيصلش رحم وبياكل بايده الشمال وبيصلي في قبله غلط. يعني حكم قابل كل حاجه، قابل كل الاوضاع. فده زي ما قلت لك، ده لو في قاره محترمه هيتشطب تماما. انما ده من عينه سيكازوي ومن عينه بكاري جسامه ومن عينه الحكام دي. لكن تلاقي حكم محترم في نهائي دوري ابطال افريقيا مفيش. فين جوميز؟ مش موجود. فين رضوان جيد؟ مش موجود. فين الحكام دي؟ مش موجوده. فانت في قاره افريقيا، فطبيعي هتلاقي الحكم بالمستوى ده. فربنا يسترها بكره على النادي الاهلي. الواحد قلقان قوي من قصه التحكيم دي اهم حاجه بتقلقني في القاره دي، خصوصا في ادوار زي كده. انت بتتكلم في الدور النهائي، يعني انت بتتكلم مش ماتش مثلا في دور المجموعات هتلاعب مثلا القطن الكاميروني، هتلاعب فريق مستوى تاني او تالت. فالموضوع هيبقى بسيط شويه مع النادي الاهلي. انت بتتكلم في مباراه فاينل. اهم حاجه المشكله ما تبقاش من الحكم، لان للاسف سيناريو 2007 بيراودني. النقطه الثانيه هي اصابه علي معلول. مين هيبدا؟ كريم فؤاد او كوكا؟ خلاص الدبيس بره القايمه. عمر كمال مش مقيد افريقيا. طب الدبيس بره ليه؟ ما اعرفش، استبعاد فني، ماليش مزاج احطه في القايمه. يا عم انت ما عندكش غيره، مش مشكله، هنجرب ده فاينل افريقيا، بس هنجرب وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. اصابه علي معلول اصابه مش سهله على النادي الاهلي. لعيب 60% من هجوم النادي الاهلي على علي معلول. هو اهم لاعب في النادي الاهلي على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي. حتى هو دفاعه مش احسن حاجه، حته المستوى الدفاعي عند علي معلول مش احسن حاجه. بس 60-70% من هجوم النادي الاهلي من ناحيه الشمال، ما تقدرش تنكر ده. طبعا الناحيه اليمين انت عارف فيها ايه؟ فيها ضحك السنين، فيها تو، فيها محمد هاني. ف70% من هجوم النادي الاهلي على اهم جبهه في النادي الاهلي هي علي معلول، واهم لاعب في الفتره دي هو علي معلول. بس الحمد لله ما لناش حظ في معلول. ايا يكن مين اللي هيبدا يبقى على قدر المسؤوليه. نيجي للنقطه الثانيه وهي تغيير الخطه. في ناس تقول لك غير الخطه، ابدا 3-5-2، ابدا 3-4-3، ثبت 3 سرد باكات وطير الاطراف والدنيا دي كلها. هي الخطه جميله وخطه هجوميه بحت، يعني هجوميه بمستوى عالي جدا. خطه 3-5-2 مش دفاعيه خالص للناس اللي فاكره ان الخطه دي دفاعيه، تمام؟ بس انا ما اعتقدش كولر هياخد خطوه زي دي او هياخد ريسك زي ده في وقت زي ده او في فتره زي دي. اللي انت بتتكلم تغيير خطه فهتغير نظام لعب كامل. ففجاه تلاقي نفسك بتلعب ب3 سرد باكات، فجاه تلاقي اللعيبه متلخبطه، اللعيبه متلخفنه، مش متعودين على الوقفه. خلاص انت بتلعب طول الموسم 4-3-3، 2 سرد باكات ثابتين، ففجاه بتلاقي الثالث. فالله اعلم هتبقى ماشيه مع النادي الاهلي ازاي. هي الخطه هتبقى جميله، والخطه هي الخطه نفسها اتعودنا عليها مع مانويل جوزيه كتير، وكانت سبب في انجازات والقاب للنادي الاهلي، تمام؟ واسلوب لعب النادي الاهلي يتناسب تماما مع الخطه دي. بس هل ده وقته؟ لا. هل اللعيبه يعني فكره ان انت تغير لاعب من مركزه او تدي لاعب ادوار اضافيه هيستوعبها في الوقت ده؟ لا، ده اللعيبه ما بتقومش بادوارها. ففكره ان انت تغير الخطه في الوقت ده صعب جدا على النادي الاهلي. ما اعتقدش ان كولر هياخد ريسك زي ده. هو هيفضل في السيف سايد. هو انا هبدا زي ما بلعب زي كل مباراه 4-3-3، هنزل بالاربعه بتوعي والثلاثه بتوع نص الملعب والثلاثه اللي قدام، ولا تغيير ولا بتاع ولا الكلام الفاضي ده. هو كل اللي هتشوف التغيير بتاع علي معلول الاضطراري ايا يكن مين اللي هيبدا. لا، لاعب متولي باك ليفت، لاعب كوكا باك ليفت، نزل كريم فؤاد، محدش فاهم الدنيا فيها ايه. ففكك من اللي يطلع يكلمك ويقول لك غير خطه ويلعب مش عارف ب3 فين وطير مش عارف مين وركب جناحات لمين واعمل مش عارف لمين. اولا ده مش وقته، يعني ما تسمعلوش الفيديو، ادخل كده في الكومنت قول له الكلام انت بتحكي فيه ده مش وقته. يعني مش وقته تغيير الخطه. الكلام كله جميل وكلام لذيذ، بس ده الدردشه بتاعت بدايه سيزون، دردشه نهايه سيزون وخلاص بتفنش. فساعتها نقول ايه؟ نغير خطه. انما اي كلام في اي حاجه في الوقت ده ليه علاقه بتغيير خطه، ليه علاقه مش عارف بنظام لعب، باسلوب لعب، بطريقه لعب، لا بتاعتي ولا بتاعتك. ونيجي للتشكيل الافضل من وجهه نظري. في حراسه المرمى لا خلاف عليه مصطفى شوبير، 4 في خط الظهر هاني وعبد المنعم وربيعه، وبنسبه 70-80% هيبقى كريم فؤاد ناحيه الشمال، 3 في نص الملعب اكرم وامام وقفشه. قفشه مش مروان عطيه. انت في مباراه محتاج تمسك كرة اكتر في نص الملعب، مباراه هيبقى الطابع الهجومي للنادي الاهلي غالب عليك في حته نص الملعب، لازم تبقى مسيطر تماما على نص الملعب، لان انت هتبقى مطالب في اول ربع ساعه تسجل. فهتسجل وانت بتلعب باسلوب دفاعي او بتلعب بطريقه دفاعيه اللي هو مروان واكرم مع بعض، فالموضوع هيبقى صعب شويه. فلو حابب ان انت تخلص من وجهه نظري، طبعا انا مش مدير فني، طبعا هو شايف افضل مني وشايف احسن مني، فانا بقول وجهه نظري انا.
لو انت حابب ان انت تخلص في اول ربع ساعه هيبقى امامه قفشه الاثنين في الملعب، اثنين لعيبه كوره، اثنين الكوره في رجليهم سهله، اثنين سهل بنظره او برفعه عين يوصلوك للجول. فاعتقد ان دي هتبقى افضل ثنائيه من وجهه نظري في نص الملعب، هي امام وقفشه. والثلاثه اللي قدام طبعا وسام ابو علي لا خلاف عليه، والشحات وبيرسي تاو ما اعتقدش ان هو هيغير كتير في التشكيل يعني، هو التغيير الاضطراري الوحيد هو هيبقى علي معلول. في النهايه مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي، مباراه لازم تبقى حذر فيها تماما، مباراه لا قدر الله الترجي لو جه سجل هدف الدنيا هتتأزم على النادي الاهلي. لازم يبقى في توازن ما بين الدفاع والهجوم، وانت بتندفع لازم تبقى عارف بتندفع ازاي، ما طبعا ما اندفعش بلعيبته كلها، لازم اخر لعيبه ورا، الكلام ده كله اكيد كولر عارفه. المباراه مش سهله، واتمنى الناس اللي رايحه تشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه ايا يكن الوضع في الملعب عامل ايه. وبالتوفيق للنادي الاهلي، سلام.